يا صباح الدولارات، النادي الاهلي بيستلم 2.5 مليون دولار مكافأة الفوز بكاس القارات الثلاثة قدام العين. مش بس كده، وهيوصل له 9.5 مليون دولار اخر الشهر. طبعا تسمع الارقام دي كلها وتعرف 12 مليون دولار في اقل من شهر يخشوا النادي الاهلي، وتعرف تجهيزات النادي الاهلي لكاس العالم والصفقات اللي بيحاول يجيبها، تعرف ان احنا قدام ميركاتو استثنائي. كمان عايز اقول لك انه اسامه ابو علي من ضمن الاخبار المتداوله عنه انه بعد كاس العالم احتمال كبير قوي ما يكونش داخل النادي الاهلي بسبب موضوع العروض اللي عماله بتجيله، والوكيل بتاعه عمال بيزن على النادي الاهلي. وسام عنده عروض وسام عنده عروض، ويمكن دوت مديك تفسير شويه سر انخفاض مستوى وسام بسبب عدم تركيزه مع النادي الاهلي، ومركز قوي في العروض اللي جايه له من اوروبا. وسام ابو علي طبعا اكيد كان من الركائز الاساسيه في النادي الاهلي، دي حاجه ما فيهاش كلام، لكن خلاص يعني بدا ان هو يفقد تركيزه، بدا ان هو يلعب كده من الاخر وهو مش في كامل تركيزه، فبالتالي مستواه قل والانتاجيه بتاعته داخل المباريات قلت، فبالتالي النادي الاهلي مبقاش عنده مشكله وبقى منفتح تماما على اي عروض تيجي لوسام ابو علي، خصوصا بعد انخفاض مستواه. فبالتالي لما تيجي تشوف المهاجمين بتوع النادي الاهلي مين عندك، بس هو جراديشار، وبعد كده ما عندكش حد تاني غيره. من ضمن الحسابات اللي موجوده محمود عبد المنعم كهربا اللي متالق جدا في الدوري الليبي وبيتمنى اصلا الرجوع للنادي الاهلي، ولسه منزل ستوري ليه مع الجماهير على انستجرام، فبالتالي هو يعني ممكن يكون خيار من ضمن الاختيارات اللي موجوده. كمان مصطفى محمد في الصوره، لسه الموضوع بتاعه ما انتهاش، ممكن يكون بنسبه كبيره موجود داخل النادي الاهلي. اما بالنسبه لموضوع كوتيسا، فكوتيسا موضوعه منتهي تماما. النادي الاهلي اغلق صفحه كوتيسا. شركه الكوره التابعه للنادي الاهلي بتحاول دلوقتي تخلص في صفقه عالميه ما تقلش عن كوتيسا بل تزيد. كمان محمد علي بن رمضان الموضوع بتاعه قرب جدا من النادي الاهلي، النادي الاهلي داخل فيه بقوه. كل الناس اللي بتقول لك الاهلي مش داخل في محمد علي بن رمضان مش حقيقي خالص، محمد علي بن رمضان في الصوره. كمان مع عوده اليو ديانج انت بتتقل المنطقه دي في نص الملعب. اما من الناحيه الهجوميه فزي ما قلت لك انت قدامك اختيارات كتير ما بين محمود كهربا، ما بين مصطفى محمد، وكمان معاهم جراديشار فيما بعد كاس العالم. اما في كاس العالم فكده كده وسام ابو علي مكمل معانا لحد اخر الموسم. الحقيقه النادي الاهلي في انتظار صفقات عملاقه، بس انا عايز اقول ان الباك الشمال ما نغفلوش، الباك الشمال لازم يكون في الحسابات. انا عارف كويس قوي ان الباك الشمال بتاع الرجاء المغربي في الصوره النادي الاهلي استفسر اللاعب، مرحب جدا بان هو يكون موجود مع النادي الاهلي، فبالتالي دي صفقه انا شايف انها محترمه، خصوصا مع احتماليه كبيره لرحيل يحيى عطيه الله بعد كاس العالم للانديه، لان خلاص الاهلي مش هيفعل بند الشراء. اما في الناحيه الدفاعيه فعندك محمد عبد المنعم بنسبه كبيره ان شاء الله هيكون موجود داخل النادي الاهلي، الا اذا جد جديد. ايه هو الجديد؟ نادي العين داخل في الصوره بشكل كبير جدا، عايز اعاره بنيه الشراء، عايز يستعير محمد عبد المنعم، مبلغ يتكلم تقريبا في مليون دولار اعاره، بالاضافه لو هيفعل بند الشراء هيبقى ب 4 مليون دولار لنادي نيس. طبعا اللاعب المفروض دلوقتي هو في حيره، النادي الاهلي مديله مهله، مديله فرصه، النادي الاهلي هيرفع العرض بتاعه سواء لنادي نيس او سواء للاعب عشان متمسك باللاعب، لان لازم يكون في ثنائيه محترمه ورا في الدفاع، يعني اشرف داري يكون جنبه محمد عبد المنعم، ولو مش محمد عبد المنعم فلازم تحرك سريع وفوري يكون في قلب دفاع تاني اجنبي بالاضافه لاشرف داري، لان انا مش شايف في الدوري المصري اي لاعب يقدر ان هو يسد المكان دوت غير عبد المنعم.